داكشي اللي دوز عليا راجلي في سنين دوزتو عليه في عام وريتو كيدنسى على حقو وطريقو. قبل ما ندخلو في القصه كنسلم على كاع الوريضات ديالي، ديروا لي لايك القصه هكا باش بقاو يطلعوا لكم كاع القصص. ودابا ندخلو في قصه اليوم. معكم مريم. غادي نبدا معكم قصتي كيفاش حتى تعرفت على راجلي. خرجنا واحد العشيه انا وبنت عمي كانت ساراو، حتى وقفت علينا واحد الطوموبيل واعره. هبط منها واحد السيد وجا قصدنا، او بالاحرى قصدني انا. قال لي السلام، رديتو عليه. قال لي نجيك نيشان، شفتك وعجبتيني وناوي معاك الحلال الا سخر الله بنت الناس. قلت له مرحبا، تم طلب النمره ديالي وعطيتها له. مازال ما وصلتش للدار عيط عليا قال لي بغيت نتاكد من النمره واش صحيحه. قال لي واش وصلتي للدار؟ المهم بقينا كنهضروا واحد شويه، قلت له الله يعاونك راني وصلت للدرب ديالنا. نعاود لكم على العائله ديالي. انا بنت اسره على قد الحال، كبرونا والدينا وعمر شي حاجه نقصاتنا. امي ربات بيت وبا طالب معاشو. انا جيت في الوسط، عندي خوتي كبر مني وصغار مني. ايوا السيد ملي يكون في الدار كيصيفط لي ميساجات، وملي يكون على برا كيعيط عليا مكالمه، حيت عندي واحد خويا كبر مني الا حصلني يصفيها لي. وهاد الهضره كنت كنقولها للسيد اللي كنهضر معاه، وكان كيقول لي غادي نجي نخطبك في اقرب وقت وتولي اميره في داري. وفعلا ماشي بزاف قال لي هضرت مع دارنا وغادي نجيو نتعرفوا على العائله ديالك ونخطبك بشكل رسمي. قلت له مرحبا. قال لي هضري مع داركم باش يكونوا على بال. مشيت عند ماما قلت لها واحد السيد شافني وعجبته وهو راه ناوي يجي هو والعائله ديالو باش يخطبوني. سولت لي كيفاش تعرفت عليه وعاودت ليها هي هذيك. ماشي بزاف جاو الناس، كيف دخلوا تصدمت منهم. الناس صدقوا من العائله ميسوره الحال، غير هذاك الشيء اللي دخلوا في يديهم واللبسه ديال ماما الجلابه والذهب اللي لابسه يعطيك الخبار. جلسوا الناس هضرنا في بزاف ديال الامور، واللي رديت له البال شيخي عنده كلمه والشوار شوارو. السيد اللي جاي يخطب خدام مع الاب ديالو هو وخوتو، وداير ليهم دار كبيره وكل وحده عنده بارتما وباب الفصيل ديالو بوحدو والماكله والشراب ديالو بوحديتو. ارتاحينا للناس وحتى هما ارتاحوا لينا. والمفاجاه قالوا لنا من بعد شهر غادي نديروا العقد والعرس، حيت الراجل بخدمته والدار مفرشه ما كاينلاش غادي نتسناو. المهم امي وبا تكلفوا وكبروا بيا ووجدوا لهداك العرس، وما جيت نرمش حتى داز هداك الشهر دغيا. درت العقد والعرس ومشيت مع هادوك الناس. من النهار الاول دخلت عليهم بالنيه. كانت عجوزتي وشيخي عندهم دار على 3 ديال الطوابق، وفي جنبها كاينه دار واحده اخرى حتى هي على 3 ديال الطوابق، وكلهم في سميت شيخي. الدار الاولى كانت ساكنه فيها عجوزتي، كانت واخده بارتما وحده وجوج اخرين غير مسدودين. والدار الاخرى فيها 3 ديال الواسي مزوجين كل واحد خدا بارتما. الدار اللي فيها الواسي كانت جديده عاد تبنات مور الاولى، عكس الاولى اللي كانت قديمه ولكن حتى هي مصلوحه وزوينه. اما راجلي كانت عنده بارتما في هذيك الدار اللي ساكنه فيها عجوزتي وشيخي، وهما راه كلهم ديور شيخي، غير كل واحد عاطيه فين يسكن وصافي. المهم البنات كنت كيف كنفيق كنهبط عند عجوزتي كنفطر معاها وكنقول لها شنو غادي نوجدوا للغدا. في الاول كنت مستغربه حيت كانت كظن حتى انا غادي نعزل الماكله ديالي والشراب ديالي في داري، فكنت فرحانه بيا. وفي العشيه كنت كنخرج انا وياها، الضحك والنشاط، ومن ديما كتقول لي انتي هي بنتي، انا ما عنديش البنت ورزقها لي الله. وكذلك شيخي الاحترام وديما واش خصتك شي حاجه اعمي. وكان فاش كيدخل في العشيه هو وراجلي كيدخل في يدو السقاطه وكيقول لي هذه ديالك بنتي طلعيها لدارك. وحتى راجلي كان فرحان بعلاقتي مع والديه. بقينا هكاك حتى داز على زواجي عام ونص. في هاد المده كنت ولدت ولدي الاول كيف ما قلت لكم. امور هاد عام ونص على زواجي توفات عجوزتي، كانت صحه سلام حتى مرضات على غفله وتوفات الله يرحمها. البكا اللي بكيت عليها ما بكاوهش ولادها، تأزمت ديال بصح. كنت كندور وكنتفكرها. امور الموت ديال عجوزتي ب3 شهور راجلي قال لي غادي نرحلو من هنا، حيت الوقت كامل كنتفكر اللحظات الزوينه اللي دوزت مع عجوزتي في هذيك الدار. ناض شيخي وافق على الفكره وكرينا واحد البارتما في نفس المدينه. راجلي قبل ما نرحلو
طلب من خوتو باش نتبادلوا الديور، زعما شي واحد يجي لهذيك الدار الاولى وحنا نمشيو للدار الثانيه، باش هكا ما بقاش نتفكر بزاف ديال اللحظات اللي دوزت في هذيك الدار. حيت اي قنت شتو كنتفكر بزاف ديال الحاجات مع عجوزتي الله يرحمها. ولكن رفضوا، هما الديور راه كلهم مصلوحين، واخا كنقولوا ليها الدار القديمه راها مصلوحه وكانها جديده، غير باش يفرقوا بيناتهم وصافي. المهم كيف ما قلت لكم كرينا بارتما، وهنا ملي سكنت بوحديتي راجلي تبدل عليا، شدد عليا في بزاف ديال الامور، ومن بينهم ممنوع نخرج بوحديتي، وممنوع نفتح السراجم ولا نطل منهم، وممنوع نطلع نشرب في السطح بوحديتي، وممنوع نمشي للحمام الا ما وصلنيش هو. علاقتي تغيرت معاه بزاف، وحتى هو تبدل. ملي كنت كنقول له خرجني كيقول لي يا عيان حتى المره اخرى. بقيت هكاك اليوم غدا اليوم غدا حتى مليت. الا خرجك كيخرجك مره في الشهر وشوف تشوف. تم وليت كنوض معاه الصداع، ولات المشاكل بيني وبينه. الا بغيت نمشي لدارنا خصو يوصلني، مع انه دارنا قريبه بزاف، واخا بدلنا السكنه بقينا في نفس الحي. مور الموت ديال عجوزتي ب3 سنين شيخي قال لك بغا يتزوج، حيت بقى بوحديتو. ناض صداع كبير بينه وبين ولادو، وما بقاوش كيهضروا معاه. اما راجلي بقى كيقلب على خدمه واحده اخرى، حيت تخاصم مع باه، عكس خوتو. واخا تخاصموا مع باهم بقاو خدامين معاه. اما راجلي فكان هو الصغير، وكان متعلق بالام ديالو بزاف، وما رضاش بهذاك القرار ديال الزواج. المهم البنات قرر ما يبقاش خدام عنده. واخا الراجل لقى خدمه ولكن فيها التكرفيس، صبر وبقى صابر وحاقد على الوضعيه، حيت حتى الصالير نقص مقارنه مع الاول اللي كان كيخلصوا باه. وبالاخص ولدي بدا كيكبر، دخلته للراود، كيخلص عليه الراود وكيخلص عليه المصاريف ديال الترونسبور، حيت كان رافض ندي ولدي للمدرسه. واخا ما بعيداش ليه المدرسه بزاف، كان داير ليه ترونسبور باش انا ما نخرجش. انا ملي شفت السيد كيتقاتل مع الوقت ميكت عليه، وما بقيتش كنحكر عليه في الخروج. وكيف كنقولوا فحال الا حتى انا ولفت الدار وليت بيتوتيه. بقينا على هذاك الحال حتى لواحد النهار اللي راجلي طاح في الخدمه وتهرس من رجلو، وكان خصو الراحه التامه باش يبرى. الراجل دخل في اكتئاب حيت السيد ما مولفش الكلاس. كان كيقول لي كيفاش غادي نخلصوا الكرا والماء والضو والمصاريف ديال الدار. قلت له نخرج نخدم، رفض وقال لي نهار اللي نموت وديريها. جاو عنده خوتو وتعاونوا معاه بشي بركه، ولكن دغيا تسالات. في واحد النهار جا شيخي لعندنا، واخا العلاقه بينه وبين راجلي كانت متوتره بسبب زواج باه، ولكن جلس معانا وشاف الحاله ديالنا. هضر معايا شيخي وقال لي واش كيعاونكم شي حد. قلت له الواسع عطاونا شي بركه، ولكن راك عارف الكرا دغيا كيدور والشهر دغيا كيتسالى والمصاريف والمدرسه ديال الولد. قال لي صافي غادي نهضر مع ولدي باش يرجع يسكن في الدار. ولكن راجلي ملي نهضر معاه شيخي رفض. ناض شيخي شرا واحد البارتما وكتبها لراجلي. ملي قالها له راجلي في الاول ما رضاش، من بعد فرح حيت الحاله ضعيفه، وملي حيدنا علينا هذاك الكرا فحال تنفسنا شويه. تقريبا مده 11 شهر، قريبه العام، قولوا عام نيت. وشيخي هو اللي كيعطينا المصروف الشهري. وكنت في طول هذيك المده انا اللي كنخرج نتقدى. راجلي كان كيغوت عليا كيقول لي لا ما تخرجيش، انا غادي نعيط على خوتي. كنقول له واش خوتك هما خدامين وعيالاتهم هما اللي كيخرجوا يصرفوا، غتمشي انت غتعيط ليهم؟ المهم البنات كنت كنسد عليه وكنخرج وكنخليه كيبقى ينقر حتى يعيا. كنقول له انت مريض، الا ما خرجتش انا نتقدى شكون غادي يخرج؟ وخوتك يتقداو ليك اليوم وغدا حتى لين. ونزيدكم البنات معاه هو ما كانش كيخرج، السيد قرب يحماق. وملي كيقول لي طلعيني للسطاح ولا عاونيني نطل من السرجم، كنقول له لا حشومه، نسيتي ياك انت اللي قلتي لي السراج ممنوع يتحلوا، ممنوع نطلوا منهم وممنوع السطح. كيقول لي غادي نعيط على خويا يخرجني، كنقول له لا خصك الراحه. المهم دوزت عليه هذاك الشيء اللي دوز عليا، والصراحه الله كان كيبقى فيا، ولكن كان زير على قلبي، وكان الهدف ديالي يحس بيا ملي كنت كنعاني، واقصى احلامي نخرج نبدل الجو، وكان داير ليا الزيار والحصار. من بعد تحسنت الحاله ديالو ورجع وخدم مع باه، وليت كنخرج كنمشي لدارنا،
ولدي كبر كنديه وكنجيبو للمدرسه، تقضي انا اللي كنتقدى، كنخرج انا وولدي وكنمشيو للجرده، كنفوج وكنرجع. راجلي ملي مرض عاد تبدل، حيت ملي كان ناعس في الدار بسبب رجلو عاد حس بيا وعاش هذاك القنط وهذاك الاكتئاب بجميع انواعه، وحس بهذيك المعاناة اللي كنت كنقوله دائما خرجني ويخرجني مرة في الشهر. المهمة الوريدات ديالي كانت هذه قصة اليوم. خليو لايك الفيديو وما تنساوش ديروا اشتراك وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. دمتم في رعاية الله وحفظه.